تحل علينا نعمته وتعزيته من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الابن والأخ والصديق وفي تكلم، أجمل ما فيك وأعظم ما فيك وأفخم ما فيك أنك إنسان مسيحي عشت بسر المسيح. إنسان عشت بسر المسيح، وسر المسيح نضح عليك من بعد ما ملأ قلبك بسخاء. ولما امتلأ قلبك بسر المسيح أفضت به على كل من حولك. فاض سر المسيح على روحك، وفاض سر المسيح على فكرك، وفاض سر المسيح على أدبك، وفاض سر المسيح على خدمتك وبذلك ونشاطك، وفاض سر المسيح حتى على ملامح وجهك التي رأيتها منذ ساعات عندما وقفت إلى جوارك في ساعاتك الأخيرة بالمستشفى. لست من أنصار أن أولاد الله في اللحظات الأخيرة تعتلي وجوههم صفرة الموت. أنا ضد هذا التعبير ولا أقبل أن أكرره. أيا كان السبب المرضي الذي انتهت به الحياة على الأرض، لا يوجد ما يسمى صفرة الموت، ولكن يوجد ما يسمى سر المسيح. حتى في اللحظات التي فيها تستعد الروح أن تلبس مسكنها الأبدي، مسكن المسيح مع الأبرار وأولاد القديسين المنتخبين. دي قصة طويلة بقى، لكن لازم نتكلم عنها لكي نعطي الرجل حقه ونوفيه كرامته، مع أنه عاش في وسطنا الإنسان المحترم المكرم المحبوب من الجميع. سر المسيح ليست عبارة من تأليفي، ولكنها عبارة كتابية إنجيلية وردت في رسائل معلمنا بولس الرسول حينما قال: لكي تعرفوا درايتي بسر المسيح. وكأنه يريد أن يقول إن الحياة المسيحية المقدسة سر. كلمة سر هنا مش بمعنى أنها شيء غامض أو مجهول أو لغز أو فسورة أو أحجية. لا، في الأدب المسيحي لا يقصد بكلمة سر المسيح أي شيء من هذه الألفاظ، إنما المقصود بكلمة سر المسيح أي سر التقوى والعيشة بالمسيح، بالبنوة للمسيح، بإنجيل المسيح، بفكر المسيح،
بوصايا المسيح، بصليب المسيح، بذبح المسيح، بقيامة المسيح. نعدي بقى على النقط دي بسرعة. أما نقول إن الأخوة فيه إنسان عايش بفكر المسيح، يعني الفكر الطاهر، فكر الفضيلة المقدسة، علشان الواحد مننا أحبائي يعيش بيها، ده سر مدهش. أن تعيش بالحب، أن تعيش بالسماحة، أن تعيش بالود، أن تعيش بالكلمة الرقيقة الطيبة لكل أحد، ده سر بس بينضح. يعني مش سر مكتوم، لأن الرسول بولس قال كده، قال إن كان إنجيلنا مكتوما فهو مكتوم في الجاهلين. أمال بالنسبة لك أنت يا بولس الحكاية تبقى إيه؟ قال لا، ده سر معاش. أمال أنا بقول للناس دي لكي تفهموا درايتي بسر المسيح، يعني حاجة تهضموها، حاجة تفهموها، حاجة تلمسوها، حاجة تاكلوها وتشبعوا منها. إن مجتمعنا البشري الإنساني يحتاج إلى النفوس الحلوة الأمينة زي الأخوة فيه، الذي يبرز سر المسيح أي سر الحب. ما من أحد، وأنتم جميعا تعلمون هذه الحقيقة، ما من أحد تعامل مع الأخوة فيه في الكنيسة إلا وذاق من حبه ورقة مشاعره، فبالتالي أحبه واحترمه وأعطاه ما يستحق من الوقار والكرامة. محب ومحبوب، ده اسمه سر المسيح، ده سر المسيح المعلن. لأن المحبة التي هي طبيعة الله، زي ما حضراتكم كلكم حافظين الآية، الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. ويبقى الإنسان يقتني المحبة نتيجة عشرته مع ربنا، ويتلذذ بها في داخله، وينضح بها على الكل بسخاء، كما أن سيده الرب الإله هو سخي في العطاء وكريم في التوزيع. أعتز جدا يا أخوة فيه، ويعتز معي كل محبيك وعارفيك، وفي مقدمتهم الزملاء الآباء الكهنة وكل الخدام وكل من تعامل معك من شعب هذه الكنيسة. لا أقول سنفتقد محبتك، لأن المحبة باعتبارها سر المسيح لا تموت. محبة ما تموتش أبدا، حتى ولو اختفى المحب جسديا. نعم، ده بالعكس، ده تتألق علاقات الحب بينه وبين من أحبوه بعد الممات الجسدي أكثر مما كانت وهو حي بالجسد. وما هي جاية منين بقى الكلمة بتاعت ذكرى الصديق للبركة تدوم للأبد؟ ما هي جاية من هنا. سر المسيح لا يموت. أي حاجة في الدنيا حواليك ممكن تموت، تندثر. السماء والأرض ستنحل والعناصر ستنحل محترقة، كما يقول القديس بطرس الرسول عن نهاية الأيام. والمادة ستفنى بصورة أو بأخرى، وحتى الجسد ده يتحلل ويعود إلى التراب، وحاجات كثيرة في هيئة هذا العالم، زي ما قال الكتاب، لأن هيئة هذا العالم تزول، إلا سر المسيح ما يموتش أبدا، لا في حياة الإنسان ولا بعد انتقال روحه البر. نقطة أخرى في سر المسيح الذي عاش به
وفي فتى. سر الفكر وأدبه. الفكر الإنساني في صورته النموذجية المثالية نبيل راقي، لا يقبل التدني ولا الدنو. القيم والمثل والمبادئ ساعات يسموها أهل المجتمع أخلاقيات. أخلاق يعني يقول لك فلان ده عنده أخلاق، فلان ده مؤدب. لا، أنا بسميها بقى بأسلوب إنجيلي كلمة أقوى من كده. إن الأخلاقيات والمثاليات والمبادئ عندنا نحن المسيحيين اسمها سر الأدب المسيحي. إزاي تبصر الرذيلة ولا تقلدها، إزاي تسمع عن الشر والفساد وتبتعد منه ولا تقبله على ضميرك، إزاي تشوف الغلط ولا تكرره ولا تقلده، ما تعملش زيه. ده اسمه سر المسيح، سر الأدب الذي يملك على الفكر، فلا يقبل الفكر الغاش البطال. زي ما بنصلي في صلوات كنيستنا ونقول: وكل فكر لا يبدي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. الإنسان زي ما يكون عنده حساسية شديدة ضد الغلط، لا يقبله على نفسه ولا يحب أن يعيش فيه ولا يقبل مناخه. ده اسمه سر المسيح، سر الفكر، الفكر الراقي العالي. أهو الأخ وفيه كان كده، يحبش الغلط، يحبش الغش، يحبش النفاق، يحبش الرذيلة طبعا حاشا، وما يحبش الاعوجاج، لكن كان يعيش بالأدب الذي لفكر المسيح كجانب من جوانب سر المسيح. يا ليت الكل يفهم، يا ليت الكل يعيش. أيضا كان من جوانب سر المسيح في حياة الأخ وفيه سر البذل والإماتة. الإماتة من قبل ما يموت، يعني ونحطه في الصندوق من 2-3 يعني مثلا. في حاجة قبل دي اسمها سر الإماتة الإرادية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان يبذل نفسه ويميت نفسه محبة في الآخر. أتذكر وأنا كنت معاصرا طبعا لهذه الفترة في حياته الأسرية عندما اجتازت المرحومة زوجته في مرض شبيه بمرضه، إنما بصورة أخرى. وكنت أتابعها في المستشفى وأتابع الشريك الذي يقف إلى جوارها يميت نفسه ويبذل نفسه في استماتة منقطعة النظير محبة في الشريك الزوجة. دي اسمها إماتة، بس إماتة إرادية. إن واحد بيحب الإنسان ومخلص له يقول لك: يا أموت نفسي. نسمع التعبير ده بس المهم يكون حقيقي، يعني خارج من القلب. يقول لك: ده أنا أموت نفسي من أجل فلان اللي بحبه ده، أو شريكة حياتي اللي أنا بحبها، وهذا ما لمسته وإن كنت لست متذكرا بالضبط سنة انتقال الزوجة، لكن على الأقل من سنوات طويلة. سر الإماتة. تسمح لي أسألك عزيزي، أنت بتموت نفسك
من أجل الآخرين، وربنا يدي لك الصحة وطولة العمر ويدي لك الصحة وطولة العمر. بس أنا بسألك السؤال المهم ده بعد ما شرحته، يعني أنت بتموت نفسك محبة للآخرين؟ وكفرع من فروع الإماتة لم تكن على مستوى علاقته بزوجته وأبنائه المباركين الذين رأيت أيضا خدمتهم الباذلة ودموعهم السخينة في خدمة أبوهم. وما يزرعه الإنسان إياه يحصد. ما دام الأب زرع هذا الحب في أولاده، يبقى كأن الإنسان حالهم عاوزين يموتوا نفسهم من أجل إنقاذه. بس كان الرب يريد له وطنا أفضل، أي سماويا، كما يقول معلمنا بولس الرسول في العبرانيين. كان من فروع الإماتة بتاعته بقى الكنيسة. عاش في وسطنا سنين عديدة عضوا عاملا في مجلس الكنيسة، وبعيدا عن الشكليات والرسميات وإنه العضو المنتخب ومش العضو المنتخب، لا 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 لا، بعيدا عن التقاليد دي. ده إنسان من وقت ما قلبه انفتح لخدمة الكنيسة، ومن غير حتى ما تكلفه بحاجات معينة، هو كان بيفني نفسه إراديا، سواء في خدمة إخوة الرب أو في خدمة المرضى أو الأسر المحتاجة. وكان له خدمة متميزة وهنذكرها النهارده لما ندخل قاعة العزاء بتاعتك يا أخوتي. لما كنت تتنقل في قاعات العزاء علشان تهيئ الفرصة لاستقبال أسر المنتقلين وتريحهم في القاعات وتتيح الفرصة للآباء الكهنة، حتى خدمة ربما يظن البعض أنها تافهة أو بسيطة، أنا كنت أثمنها وأعظمها. وإزاي يظبط الميكروفون والأمبليفاير ويهيئ الفرصة أو يحط CD علشان تعزية الناس اللي موجودين في القاعة بلا أجر بلا مقابل سوى سر المسيح. شفت ازاي لما حد فيكم يحب يخدم ازاي؟ بلا أجر بلا مقابل سوى ان قلبك اتملى بسر المسيح، بحب المسيح، فبقيت بتحب الناس، عاوز تعزي الناس، عاوز تشارك الناس، عاوز تريح الناس في القاعات. سر المسيح ايضا، ولا اريد ان اطيل كثيرا، بس اعمل ايه يا حبيبي؟ ما انت كل نقطه في حياتك فيها سر المسيح. خايف قدام ضميري احذف حاجه، خايف. سر بقى الذبح والألم باحتمال الصليب. له سنوات طويلة يعاني من المرض الذي هو مرض الفردوس. كتر قوي، كتر قوي قوي قوي. تقبلوا مني الكلمة الجريئة اللي هقولها دلوقتي عشان البركة تكتر قوي قوي قوي، وعشان الاستعداد للأبدية عند الناس يكتر قوي قوي قوي. شفتوا بقى حلاوة مرض الفردوس الذي هو أحد جوانب سر المسيح. وتقبل المرض في عندما كنا نتردد عليه أنا والآباء الموقرين. يا سلام، كنت بروح أزوره مش مجاملة، يعني مش عشان نقول إن إحنا بنزور ابننا عضو مجلس الكنيسة يعني الأخوة فيه، لا أنا ما كنتش بروح عشان كده. أنا كنت بروح عشان أسمعه وأدخل في ديالوج كده لطيف بسيط معاه، بس هو عميق، وأسمع منه تعقيبات على ما أقوله أنا له، وألاقي تعقيباته جميلة معزية مريحة. في إنسان
إنسان يبقى مريض وضيقة نفسه وربما نعذره برضه، لكن يبقى متأفف ومتأوه ومتمرد ومشتكي ومحتاج، شغلانة. أنت ما كنتش من النوع ده. أنت ما كنتش من النوع ده أبدا يا أخوي. سلام لما كان الواحد يقعد جنب سيدنا كده يشوف وشك منور وكلامك حلو. أصل وشك فيه سر المسيح وبقك فيه سر المسيح، فما نقعدش جنبك ليه ونكتر من زيارتك؟ لا، ده احنا بناخد بركة. بيروحوا الكهنة لما بيروحوا يزوروا حد مريض بيروحوا يأدوا واجب عشان يتقال إن الكهنة نشطة وبيفتقدوا العيانين يعني؟ لا 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 لا، طلعوا بقى الحكاية دي من ذهنكم. الكاهن بيروح وهو فاهم عاوز يروح يتلذذ بسر المسيح في المريض المتدين بالأكثر يعني. واحتمل 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 وكان مترجيا 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 الأبدية السعيدة التي سماها أحد الكتاب الروحيين إلى أن نلتقي تحت أجنحة المحبة اللامعة الكريمة في السماء. وبالتالي ألخص قصة حياتك يا أخ وفيد أنها الحياة التي حملت سر المسيح. يا بختك، هنيئا، ونرجو أن نسير على إثر خطواتك ونقتفي آثار الغنم. إن لم تعرفي يا حبيبتي فاخرجي على آثار الغنم كما يقول الوحي الإلهي في سفر النشيد. اخرجي على آثار الغنم أيتها النفوس. لا أريد أن أسميكم أناسا جاءوا لتشييع جنازة المرحوم وفيه تكلة، بلاش المسميات الروتينية، لكن أقدر أقول بقى إنكم أناس محبين أتقياء جيتوا تكتشفوا سر المسيح، ليس في الذي هو راقد داخل صندوق، ولكن الحي الباقي الذي وإن مات يتكلم بعد. نذكره بكل الخير، ومهما حاولنا نكرمك يا أخ وفي ما هنعرف أبدا نوفيك حقك كخادم ذبحت نفسك في خدمة كاتدرائية مرجلس باب النبي. والكل كان يعرفوا كده، النشيط المتحرك ده لو كان يطول في مواسم الزحمة يشيل الكراسي على كتفه بدل الفراشين ويفرشها كده للناس بالطرق عشان يريحهم ويخليهم بيحضروا ويصلوا اسبوع البسخة وهم مبسوطين. كان عمل وقد عمل. اللي عاوز يتعلم الخدمة الحقيقية الممزوجة بسر المسيح فليتذكر وفي تكلم الذي من شدة قناعتنا بتقواه ومثاليته في سنة قريبة فائتة اخترناه الأب المثالي عن كاتدرائية مرجلس باب النبي، وحقا كنت تستحق. ونعمل دلوقتي بقى احنا مش هنسميك الأب المثالي، احنا هنسميك الرابح المثالي لملكوت السماوات. رابح، بس رابح مثالي. ايه درجتك في المجد؟ الله وحده هو الذي سيعلنها لك في الأبدية السعيدة. أكتفي بهذا القدر، وفي بعوضتي الكثير عنه، وربنا يقوي الإخوة أعضاء مجلس الكنيسة ليسيروا على الضرب، والمثل يقول ومن صار على الضرب وصل، والطريق المطروق يسهل
المسير فيه. الأسرة تتقدم بوافر الشكر لصاحب النيافة الحق الجليل الأنبا بولا وأسقف طنطا وتوابعها، كما تتقدم بالشكر للآباء الكهنة الموقرين الحاضرين والإخوة أعضاء مجلس الكنيسة، وأيضا نيابة عن الأسرة نتقدم بالشكر للآباء الكهنة الموقرين الحاضرين من إبرشية المحلة الكبرى. كما تشكر الأسرة السادة العاملين بمديرية الزراعة والصحة والتربية والتعليم، والسادة العاملين بشركة OSN، والسادة الحضور المعزين من المحلة الكبرى والإسكندرية وشمال الكوم. كما تشكر الأسرة بصفة خاصة الإخوة والأخوات المسلمين الحاضرين معنا هذا التمييز. صلاة الثالث إن شاء الله تقام بمنزل الأسرة يوم الأحد الساعة، معلش بعد إذنكم خليها الساعة 12 ظهرا بعد انتهاء القداس الإلهي. العزاء النهارده الرجال والسيدات بقاعة الأنبا يؤنس اللي هي القاعة الجديدة، المبنى الجديد لقاعات العزاء، القاعة التحتانية في الدور الأرضي زي ما كانت القاعة القديمة قبل ما تتهدم باسم المتنيح الأنبا يؤنس، والعزاء هيكون في القاعة الدور الأرضي. يوجد اتوبيس بالخارج لتوصيل المعزيين إلى مدافن الأسرة بالمحلة الكبرى. لا أقول وداعا ولكن أطلب شفاعة. لا أقول وداعا لكن أطلب شفاعة لضعفنا من إنسان عاش بسر المسيح. ولربنا المجد إلى الأبد.